السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو الجديد اليوم جيت نهضر عليه هو فيديو كيتحدث عن الدخول المدرسي. وسمعت واحد الخبر في هاد الأيام اللي دازت، كيهضر على بعض الكتب اللي تم السحب ديالهم من الأسواق، ولا كتاب ب10 دراهم كيقراو بعض المدارس الخاصة. هو كيتوجه للمثلية الجنسية، يعني كيقري أولا كيعلم الدراري الصغار المثلية الجنسية، يعني الدراري ديال الثانية، يعني السنة الثانية يعلمهم المثلية الجنسية. وكما كيقول بعض العناوين اللي طلعت لهم أن المثلية الجنسية تغزو مقررات وأنشطة المدارس الأجنبية بالمغرب. وهذا الشيء لاحظنا بأن مؤخرا بداو كيتجهوا إلى انهم يديروا لنا هاد الكتوبه ديال المثليه الجنسيه، ويدخلوا الثقافه ديال المثليه الجنسيه، واللي هي كتمثل على شعار تاع الالوان ديال القوس قزح. وهذه مشكله دابا في المقررات، مشكله في الادوات المدرسيه، مشكله في بزاف ديال الحوايج اللي هي دابا بدات كتغزونا، واللي هي منافيه تماما للدين الاسلامي. كيقول المقال اللي كيهضر على المثلية الجنسية أن تعتمد مجموعة من المدارس الأجنبية المرخص لها فتح أبوابها بالمغرب تدريس مضامين مختلفة ومخالفة لثوابت المملكة المغربية، خاصة ترويج ما يسمى بالمثلية الجنسية وحقوق المثليين في ظل المذكرات المحتشمة للوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين دون أي تدخل عملي على أرض الواقع. يعني الدولة مخلية أن هذوك اللوبيات دير داكشي اللي بغات في نظام التعليم، وبأن الطفل يتلقى أي حاجة كتبعدو على الدين الإسلامي، كتبعدو على الأخلاق ديالنا، كتبعدو على القيم الاجتماعية الإسلامية. ولكن الدولة وكاين الآباء، وكما كيقول المقال، وتتوالى شكاية الآباء والمدرسين من هذه المضامين المفروض عليهم، والتي تربك لدى النشء مفاهيم الأسرة ومكوناتها، في بعض الأحيان إلى زعزعة المقدسات أو المعتقدات الدينية. وتلقن مدارس إسبانيا التلاميذ في المراحل الأولى من مصارم تعليمية تعريف الأسرة مخالفة للمتعارف عليه في المغرب، وغير متطابق مع قوانين جانبية العمل، حيث يرد في أحد الدروس أن الأسرة لا يتم تعريفها بمكوناتها بل بالحب الذي يجمعها، مخلصة بالعبارة الصفحة كاملة عن أنواع الأسر. يعني كتبين لنا أنواع الأسر، يعني راجل يمكن يتزوج براجل، مرة تزوج بمرأة، يربيو بنت ولا ولد ويعيشوا في السعادة. هذا هو المفهوم اللي عندهم. وأورد الدرس ذاته، يعني في هذاك الدرس ديال الكتاب الإسباني، أن الأسرة عدة أنواع، ذكر منها المركبة والعشيرة والمثلية من الوالدين. يعني هنا تجاوزوا تقاليد الإسلام، يعني الإسلام، وتجاوزوا الحدود ديالهم، وانطلقوا في المحرمات اللي حرمها الله، اللي هي ديال القوم عاد، قوم لوط، قوم يعني أقوام اللي غضب عليهم الله سابقا بأفعالهم الشانعة وأفعال ديالهم الخيبة اللي أدت إلى دمارهم. وهذا دليل على أن الدمار تاع القيم الإسلامية بداو كيقلبوا أنهم كيفاش يدخلوا العقول ديال الأبناء ديالنا ويغيروا لهم الفكر ديالهم، باش حنا كآباء وباش الناس كلها انفو مثلا تتهضر مع الدري او تقول له مثلا لا هذه حرام حلال، كيقول لك قريناها، قرا لنا المعلم. يعني المعلم راه شي حاجه عند الطفل، شي حاجه كبيره. وكاين بعض الحفلات وبعض الدروس وبعض الامسيات كيديروها حتى كتشجع المثليه. لهذا كنشوفوا الدوله غير سحبت هذا الكتاب او هذه الكتب، خاصها تسعى الى المراقبه ديالها. وأن جلالة الملك محمد السادس هو ضد اهتزاز القيم. جدير بالذكر بأن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة 34 سنة لتولي الملك محمد السادس عرش أشلافه المنعمين
فقد توقف بالتركيز على اهتزاز منظومة القيم والمرجعيات، وكان التنبيه الملكي إلى موضوع صريحا، حيث نبه إلى الحاجة الماسة إلى التشبث بالجدية بمعناها. ووضح الملك محمد السادس نصره الله إلى أن المقصود بالجدية بمعناها المغربي هو التمسك بالقيم الدينية والوطنية بشعار الخالد الله الوطن الملك بالدرجة الأولى، والتشبث بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد. ونبه الملك محمد السادس في النقطة الثالثة إلى صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك. إذن هنا الوزارة خاصها تدخل، تراقب لينا كتوبة تاع وليداتنا اللي كيقريوهم، تراقب لينا الناس اللي كيعاشروا، لأن إلا إسباني قرا أو لا فرنسي قرا في المدارس ديالهم هاد النوع في المغرب، هاد النوع ديال الأسر، راه بطبيعة الحال وعنده أصدقاء مغاربة صغار أو لا كبار غادي يعلمهم حتى هما ياخدوا عنه هاد الأفكار. وصدرت الوزارة المعنية ديال التربية والتكوين واحد المذكرة ب 13 يوليوز، حيث شددت على النموذج البيداغوجي المعتمد في التعليم المدرسي المغربي، وأبرزت أن التنوع الذي يعرفه التعليم بالمغرب بين العموم والخصوص ومؤسسات البعثات الأجنبية التي يتم إحداثها بموجب اتفاقيات تندرج في إطار علاقات التعاون الدبلوماسي والثقافي والعلمي وتنمية الرأسمال البشري، تروم إلى التنوع بالأساس في إطار احترام مبادئ المرجعية الثابتة للبلاد دون المساس بمقدسات البلاد الإسلامية وتغيير المفاهيم. ودعا الوزير شكيب موسى في المقال اللي قريته الأكاديمية إلى اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان الالتزام الصارم والدائم للمؤسسات التعليم المدرسي التي تقدم برنامج تعليميا أجنبيا ضمن برنامجها الدراسية وكتبها المدرسية باحترام الثوابت الوطنية والدينية القائمة على الدين الإسلامي والوحدة الوطنية. إذن كما كتلاحظوا في هذا المقال اللي خديت عنه بعض الكلمات، وكما كتشوفوا في الصور اللي كتم العرض ديالها، اننا خصنا نردوا البال بزاف لوليداتنا، نردوا البال بزاف لوليداتنا، سواء هذا العام سواء العام الجاي سواء ديما، لان هذا الموضوع هذا هو موضوع حساس. وطرقوا لي بزاف القنوات التلفزيونيه والفضائيه انها كتهضر على هذا المشكل ديال المثليه اللي بدات كتغزو الثقافه الاسلاميه، ماشي غير في المغرب بوحدو، بل بزاف المدن ولا بزاف الدول بحال العراق، الجزائر، تونس. مهم بداو كيحاولوا يغيروا القيم الأخلاقية الإسلامية للمغرب وللشعب العربي كافة. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. مع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله. كنتمنى أنه يكون عجبكم الفيديو. مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله. وبغيتكم تعطيو اقتراحات ديالكم حول المضمون ديال القناة اللي هو متنوع ما بين الرياضة، الأخبار الوطنية، الأخبار الدولية. ومع السلامة.